النهاردة هنعمل مع بعض بقلاوة في منتهى اللذاذة بجد طعمها خطير. هنعمل بقلاوة سبايك الدهب الفاخرة لأشهر المحلات، بس هتكون اقتصادية وكمان خفيفة والطعم بجد وهمي يعني فوق الخيال. هتطلع معانا كمية كبيرة جدا ومش هتاخد منك أكتر من 10 دقايق في تجهيزها. وطريقة التشكيل اللي هنعملها بيها بسيطة وسهلة جدا، متأكدة إن شكلها فتح نفسكم وهتقوموا تحضروا معايا دلوقتي وتجهزوها معايا. قبل ما نبدأ وصفتنا، لايك وشير للفيديو. واللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. أنا هنا شكلتها زوقتها بحبة بالمكسرات وحبة بورق الدهب لو متاح عندك في البيت. أنا متاح عندي بحكم يعني الشغل بتاعي، بس يعني حسيت ان ورق الدهب اداه فخامة اكتر كده. بس اول حاجة هنبدأ بيها وصفتنا، يلا نشوف بقى عملناها ازاي. اول حاجة الشربات بتاعنا لازم يكون تقيل، معانا كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، او ممكن لو هتعملي كمية اقل فهتقللي طبعا مقدار السكر والمية. هنسيبه يغلي على النار لمدة 7 دقايق. اول ما يتقل نطفي عليه وبعدين نسيبه يهدى وندخله التلاجة يبرد. معانا لفة جلاش والسمنة والزبدة أو السمنة على زبدة زي ما بتحبوا. أنا قسمت لفة الجلاش بتاعتي، هي 12 ورقة، فأنا قسمتها على كل 4 ورقات ونبتدي نقطع كده زي ما انتوا شايفين. هنتني تانيتين، الرولات بتاعتنا اتنيها تانيتين أو 3، لا أنا تنيتها 3 عشان الحجم بتاع السبيكة بتاعتي يطلع كده حلو كده وموزون. وقطعت، لو هتعملي على الرول كامل أو هتنصصي يعني اللي هي 6 و6، فهتعملي لفتين بس مش 3 زي ما أنا عاملة في الفيديو. تمام كده. بصوا بقى طريقة التشكيل بسيطة ازاي، اقتصادية بقى زي ما قلتلكوا في أول الفيديو، بحيث ان احنا مش هندهن كل طبقة من طبقات الجلاش بالسمنة أو الزبدة، وكمان مش هنرش فيها مكسرات زي المحل المشهور اللي أنا شفتها فيه، وطبعا ملغمها بالسمنة أو الزبدة. يا عيني يعني حاجة كده طبعا أكيد في منتهى اللذاذة برضو هتبقى. ورشش بين كل طبقة والتانية فستق، فيعني هتطلع خطيرة. بس اللي احنا عملناها دي اقتصادية وخفيفة والطعم برضو خطير، متأكدة ان هي هتطلع زي بتاعته بالظبط. هنا الرولات بتاعتنا خلاص كده جاهزة كلها. هنبتدي بقى نجيب القالب البايركس او الصينية اللي عندك الألمونيا عادي، اي صينية متاحة عندك، او حتى الصاج، ممكن كمان تستخدمي الصاج بتاع الفرن. هتدهنيه وترصي فيه الرولات بتاعتك كده، وطبعا لو الرول بتاعك كبير عن الصينية هتقسميه بالنص وتحطيهم جنب بعض، وبعدين هنقطعها بالسكينة كده السبايك بتاعتنا تبقى كلها حجم متساوي على قد ما تقدري. وبعدين هنرش عليها السمنة كده كويس. تمام، يعني نحاول على قد ما نقدر نغلفها كويس بالسمنة ونتأكد ان هي اتشربت، يعني الرولات بتاعتنا اتشربت السمنة كويس عشان التوريقات. تمام، طبعا الفرن بتاعنا شغال مسبقا على درجة حرارة 190. هندخلها بقى الفرن. بصوا كمية السمنة بالظبط نص كوباية أو كوباية إلا ربع على حسب انتوا ما بتحبوا، يعني لو حابين ان انتوا تخلوا السمنة كتيرة شوية هتبقى كوباية إلا ربع، بس هي نص كوباية حلوة اوي على لفة الجلاش، هتطلع معاكوا خفيفة وهشة ومورقة من جوه جدا. زي ما قلتلكوا بقى الفرن شغال على 190. هنسيبها لحد ما تتحمر وتستوي وتاخد اللون الذهبي ده وتطلع معاكوا بمنتهى الجمال. مش بنشغل الشواية خالص. طبعا الشربات بتاعنا طلعناه من التلاجة، والجلاش أو البقلاوة بتاعتنا طالعة سخنة كده. شايفين بقى التشتشة بتاعت الشربات مع البقلاوة؟ هو ده كده الحاجة بتاعتنا مظبوطة. تمام، بس واخدة لون ذهبي من فوق ومن تحت، وزي ما قلتلكوا مش بنشغل الشواية خالص. في 10 دقايق هتعمليه. يعني لو جه ضيوف على غفلة بسرعة ابعتي الولاد يجيبوا لفة جلاش واعملي لهم البقلاوة دي بجد. يعني فخمة وسهلة وبسيطة واقتصادية، مش هتكلفك خالص عن اللي بنشتريها من محلات بره. ورشة بقى من
من المكسرات عندِك فول سوداني حتى، أنا كان عندي حبة لوز حطيت عليهم روح فستق ولون طعام جِل أخضر ودخّلتهم الميكروويف بقى عندِك أحلى فستق كدّاب، بس شُفتوا التوريقات بتاعتها لونها دهبي وخطير وشبه السبايك فعلًا. زي ما باقول لِك في 10 دقايق هتعمليها، ولو نِفسِك في حاجة حلوة كمان بالليل قومي اعمليها، لو الجلاش في الفريزر طلّعيه واعمليها، بجد خطيرة وسهلة وبسيطة وأوفر 100 مرّة من اللي هتشتريها من برّه، وعملنا سبايك البقلاوة في البيت بسهولة وبساطة وفخامة، أنا حسيت ورق الدهب ده ادّاها فخامة بجد يعني كده حاجة منتهى الجمال، يعني لو أنتِ بتعملي مشروع من البيت اشتري لِك علبة من ورق الدهب ده وزيّني بيها البقلاوة بتاعتِك، بجد يعني هتنقلي البقلاوة في حتة تانية خالص. هاستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، ومتنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، يلا سلام.